يا صباح الحياة. أن تأتي متأخرا خير لك من أن لا تأتي. كلنا بنسمع الجملة دي وتعودنا عليها وبنقولها وبنرددها، بس الحقيقي إن الجملة دي تتقالك من صاحبك اللي بيتصل بيك وانت متأخر على الشغل ويقولك يا عم مش مشكلة، متأخر بس أهم حاجة إن انت تيجي. أو بنقولها مثلا لطالب كسلان ومتكاسل عن المذاكرة والامتحانات قربت، فخلاص نقوله ايه يا سيدي مش مشكلة، يعني فاضلك شهر ولا فاضلك اسبوع، امسك اي حاجة كده ويعني احسن من مفيش. لكن الحقيقي ان في المشاعر الانسانية وفي العلاقات الانسانية الصح ان يتقال ان تأتي متأخرا خير لك ألا تأتي. يعني لو جيت متأخر أحسن لك خليك قاعد في بيتك. لو ما كنتش جنبي وأنا على بداية الخط ومحتاجك تسندني، ملهوش لزوم تجيلي وأنا خلاص قربت أعدي الخط. لو ما كنتش جنبي وأنا ضعيفة ومنكسرة، ما ينفعش تجيلي بعد ما خلاص سندت نفسي بنفسي وقوتها. بعد ما سبتني في وسط البحر وانا بواجه الامواج وبعافر عشان انقذ نفسي، ما ينفعش تجيلي وانا خلاص طلعت على الشط. فحقيقي ما بيبقاش ليها لازمه ولا ليها طعم، واحنا بنكونوا اوريدي خلاص اتغيرنا. فكلمه انا جنبك، انا هو معلش اصل الظروف واصل الحكايات، ما بتتصدقش. لان اللي عايز يقف جنبك واللي عايز يبقى معاك هو بيكسر كل الحواجز وبيعدي على كل الظروف عشان بس يبقى واقف جنبك ويقولك انا جنبك، ما تخافش انا سندك. لكن اللي يجيلك بعد ما انت خلاص وقفت على رجلك ودويت نفسك بنفسك، احسن له يقعد في بيته.